بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد وبروتين جديد. اليوم رجعت لكم بروتيني المسائي. أنا الصراحة صايرة هالأيام ما أشتغل بالنهار هواية، حاطة شغلي كله بالليل. هسه حاليا ايش سويت؟ أنا دائما بالليل أترس المسبح وأنام، حتى بالنهار يصير حار وبالليل أطشه وأفرغه مرة ثانية وأحط بيه مي. هسه حاليا ترس المسبح كامل، راح أبلش أسد المي وأبلش أنظف البيت. وهنا بنات راح أبلش أعزل الاستقبال مالتي حاليا يراد له تنظيف شوية عميق، لأن الصراحة رحنا مشاية يعني كانت طالعة، فالبيت بقى بإيد ابني وزوجي، فجيت لقيت الدنيا مقلوبة. هسه ايش راح اسوي؟ انا اول ما اجيت شلت الشراشف مالته كامل، مال تخم اللي حاطته كنت كلهن شلتهن غسلتهن. وشلت الكوشات هم، بس بعدني ما غاسلتهن، دا انتظر اغسلهن هم. هسه راح ابلش شو اسوي؟ راح ابلش انفض التخم كله، انفضه، خليه اجيب لي فد خاولي فد شي انفضه كامل، واجيب الشراشف واحطه على يعني افرش الشراشف عليه. صراحة كلش تعبانة، لأن تدرون مشاية مشينا وكلش تعبانة، حتى ما بيا حيل أسولف، بس قلت شو أسوي؟ قلت خلي لازم أسوي لي فد روتين وياكم، تصوير فيديو، هم شوية أتحفز أقوم على شغلي، وهم أنتو صارلكم هواي تنتظروني. هنا جبت لي هذا الخاولي، راح أبلش أنفضه كامل حتى لا يبقى أي شي بيه، وحتى أبلش أعزل وأنظف. وهنا بنات راح أشيل هذني وأمسح الطبلات. هذني الطبلات من اشتريتهن ندمت على حياتي، لأن هم بساعي يتدربن، وكان عندي من عندهن من هذني تقريبا 4، بعد وحدة انكسرت، وكان عندي وحدة كبيرة هم انكسرت. بقولي بس 3 هذني، قلت ما راح لا أصب بيهن شي ولا أحركهن منه، راح أبقيهن هنا مجرد أحط بيهن هذني التحفيات والشغلات. هيجي قلت أحسن لي، بساعة يتوسخن، منا أمسح ومنا يتربن ويتوسخن. صراحة راح أجيب وصلة وأمسحهن. لا راح أبلش أمسحهن، ما أدري انتو يمكم ما يبين شلون متربات، بس يمي فد مرة متربات. أمسحهن وأرجع لكم. هنا بنات مسحتهن، راح أرجع الغراض عليهن، شغلات تحفيات. شوفوا ذني اللي اشتريتهن كلش حلوين، ينطي منظر يعني للطبلات، للأماكن يخبل. شوفوا ان هذني هم حطيتهن، شوفوا كلش حلوين يبينون بالواقع. هاي هم اني سويتها بايدي، شمعة حطيت بيها، وحطيت بيها احجار، هذا الحجر الملون كلش حلو. هنا راح نصفط هنا 3 قطع نحط. قبل كنت ما احط بيه اي شي، بس هسه حاليا قلت ما راح استعملهن نهائيا مثل كطبلات، راح احطن كديكور، لان كل ما استعمل وحدة دا يتكسرن. وهنا حبلش امسح هذني هم كلهن، هذا هم كل يوم يتدرب، حبلش امسحه كامل. ما ادري بيتي يعني بساعة يتدرب، لانه منا امسح ومنا ارجع القاه متدرب. شوفوا هسه صار يلمع لمع، ارجع مرة ثانية ما صاير 2 3 وارجع القاه نفس الشي. والله بنات اعذروني، صار لي هواي ما منزلت لكم، بس والله يعني ظروفي متى تسمح لي، منا كل ما اريد انزل على مود المونتاج ما دا اقدر، يريد مونتاج واطفال تعرفون بيت
خاصة ابني من جبته لحد هسه دمرني دمار والله، بدا يخلص. تعرفون صارت عندي مسؤولية أكبر من جبت ابني الثاني، ما لحق على هذا على ذاك، كلش صايرة خاصة ملل هالأيام. والله حتى طلعاتي بعد نهائيا صايرة ما أطلع مثل قبل كنت هواية أطلع، بس حاليا لا، من ورا جهالي ما أقدر. وهنا بنات اشتريت بلازمة جديدة وأكبر من هذيج، ويعني تقريبا صار لي أسبوعين من جبتها، وابني مضيع الريموت، بقينا بدون ريموت. دا انتظر، دورت والله البيت كله ما لقيته، فقلت لزوجي قلت له جيب لنا ريموت لين ماكو، جهالي ما يقعدون إذا مو تلفزيون وطيور تجنن. وأريد أجيب ميز هم، قلت اشتري ميز مال بلازما هم أحطه هنا، ما قدرت يعني إنه أحط البلازما أحطه فوق الميز، لا قلت خاف جهالي يوقعون. وهنا بنات دا أطبب الجراجف اللي غسلتهن مال قنفات، راح أطببهن وأفرشهن. شوفوا بنات فرشته. بنات أريد أشتري شراكف جدد لهنا يعني أحطهن، انطوني رأيكم، كتبولي بالتعليقات يا لون أجيب. أتمنى من الكل يكتب لي، لأنه أريد لون بس حرت ودخت بيه، ما أريده بساعة يتوسخ، أريده لون حلو ومو بساعة يتوسخ. خلينا نكمل الباقي. هنا بنات فرشت الشراكف كامل وخلصت الاستقبال، وقدست الأرضية، خلي أخلص البيت كامل يلا أغسله وأسوي. بنات شوفوا الهول مالتي صاير عبارة عن مبيعات، عن طلبيات ومبيعات، كل وحدة كاتبة اسمها وعليها الطلب مالتها. يعني الهول عاملته فد مرة، حاطته بس للطلبيات وللبضايع. يعني دا أجيب بضاعة كلها مال أمازون ومكياج وشغلات، خل أشوف لكم كم قطعة. هذني القطع مالت المكياج، شغلات، أصباغ أظافر، حمر، كل شي دا أجيب. شوفوا هذني الشغلات كلهن، يعني هسه حاليا دا انتظر بضاعة ثانية بتجيني، خلصت البضايع كلها حجزة وهاي، دا انتظر بعد يجيبولي، يعني وصيت ان شاء الله باكر يوصلني. يعني الهول عايفته تاركته ترك، يعني ما دا اسوي لا تنظيفات ولا ديكورات ولا هالسوالف، يعني عايفته على مبيعات وشغلات. يا بنات شغلت الماطور وراح ابلش اغسل البيت. والله أنا الصراحة غسلت الصبح، فهسه راح اغسله غسلة سريعة، راح ارشرشه ارشرشه كامل وابلش اغسله. شوفوا الأتربة، بنات سألتوني ايش قد صار عمر ابنك الصغير. عمر ابني حاليا تقريبا راح يصير 7 أشهر، وابني الكبير عمره 2 سنتين هيك 3 أشهر. يلا بنات خلي هسه نبلش نشوف الاستقبال. يلا نشفه كامل وارجع لكم. كتبولي بنات شنو تردون انشر لكم، شنو تردون اسوي لكم روتينات، لان والله اني هالايام
تعبانة من ورا الأطفال، يعني ما بيحل حتى أفكر شنو أسوي وشنو أنشر. تصدقون يسألوني ويقولولي وأنا إن شاء الله أجاوبكم على كل تعليقاتكم. هنا بنات نشفت وكملت وصار الاستقبال يلمع لمع. شوفوا لي إياه، شوفوا الأرضية شلون تلمع، صار كلش حلو. خليني هسه انظف المطبخ. هنا بنات المطبخ الكاونتر كله مسحته، يعني الفوق الكاونتر عزلت الماعين كامل، بقالي بس اغسل الماعين، بس يجوز ما راح اغسلن هسه، خلي اكمل البيت لان الماعين اول تالية راح اغسلهن، خلي اكمل البيت حتى لا اتعب. وبنات شوفوا لي هذا اريد احطه بمكان بس حايرة وين احطه، لانه فوق الكاونتر ما يعجبني، دا احطه وكل ساعة واطلعه وكل ساعة، يعني الكاونتر احس اسوي بيه شغلات هواية مو مال احطه هنا، اريد لي فكرة عليه حتى احطه بيه. هنا بنات راح ارشرش المطبخ كامل. وبلش امسحه. هنا راح اخلص المطبخ، وهنا باقي لي بس الماعين بعدين قلت اغسلهن، خلي اخلص بعدين. هنا بنات حطيت هذا التول بدال يعني شو اسمه مو تول حطيته نفس البردة، يعني كان يختلف، حاليا حطيته نفس البردة صار كلش حلو. والطباخ هنا بصفل شو اسمه، وهنا مسوي عشاء بامية وتمن اكنه وظل من عنده. خلصت المطبخ هسه اكمل واروح على الحوش. وهنا راح ابلش اغسل الحوش. صراحة اني هواي احب الشطف واغسل البيت، بس شوفوا حوشي كلش كبير فاتعاجز اغسله، يعني من اشوفه شكبره اقول ايش راح يخلصه بس الصراحة كل يوم اغسله، صح كبير بس كل يوم اغسله. شوفوا بنات هاي حديقتي دا ازرع بيها بس مدى تطلع، اريد سبب شنو ليش مدى تطلع. شوفوا طالعت لي بس هذني، هو هواية بس ماكو لايق حتى اشوف لكم اياه، دائما ارشرش بيها بس ليش ما تطلع ما ادري. شوفوا كم وحدة طالعة بس. وهاي الزرع شنو هو مدائر دهن، اللي يشوفه يقول حمقى بس ما اعتقد حمقى هيك تصير، اللي يعرف شنو هو هنخليه يقول لي. يلا خلينا نكمل شطف. بناتي اللي ما مشتركة بالقناة خلي تشترك، واللي ما متابعتني خلي تتابعني. اني احلى شي عندي التنظيف بالليل، احس حتى ما يتعب مو مثل النهار. حاليا تقريبا الساعة ب11 بالليل، جهالي نيمتهم وبلشت انظف، من جهالي نايمين كلش ارتاح. ما خلي اشيل هاي السيارة واشيل هذني واكمل. هذاك الحوش الثاني ما راح اغسله لانه نظيف، اليوم غسلته، هغسل بس هذا وذاك انشفه. وهنا بنات كملت غسل الماعين، خلصت هنا الحمد لله، وخلصت التنظيف مالت الحوش، غسلت الحوش كامل، كل الحوش غسلته ونظفته صار كلش حلو يلمع لمع. استوي يلا نفسيتي ارتاحت، والاستقبال هم متنظف. سد الباب. وهنا بنات بغرفتي وجهالي نايمين، فما اقدر لا اسوي صوت ولا اقدر
شغل الضوء راح أعوف حتى تنظيف غرفتي، راح أعوفها الباكر لأن جهالي نايمين. هسه حاليا راح أبلش أبدل وأسوي الترطيبات مال البشرة والسيروم ومشط شعري وأشوف لي مسلسل فد شي حلو وأباوع. هنا بنات راح أبلش أغسل وجهي بهاي صابونتي اللي ما أستغنى عنها، صابونة تجنن. أغسل وجهي وأرجع لكم. بناتي هنا ورا ما غسلت وجهي راح أحط من هذا السيروم لبشرتي وراح أدلكها بهذا. هذا السيروم كلش حلو، يعني صارلي تقريبا شهر عليه، فيه نتائج كلش حلوة. أريد أكمله وأشرح لكم عليه. وشوفوا لي هذا بنات، هذا فد شي مال جسم كلش حلو. هذا ينحط على الجسم يسوي لمعة كلش حلوة. هذا ينحط انه الجسم رطب، يعني بيه شوية، يعني اول ما تطلعين من الحمام جسمك رطب تحطين من عنده. خذ اشوف لكم شلون يصير، اللمعة مالته يجنن. هذا حاليا اشتريته جديد، كان عندي غير واحد بس اشتريت هذا. شوفوا هنا ايش سويت على اساس دا افتح لكم اياه واشوف لكم اياه. هاي تيجي وياها اسفنجة بس ابني مدري وين مضيع لي اياها. وهنا بنات اشتريت لي هاي الجنطة، شوفوا لي جمالها كلش حلوة. اشتريتها من امازون، مو اني مو ابيع فاشتريتها من عندي يعني اول ما شفتها كلش عجبتني اخذتها الي. وهنا بنات ابني نايم مقمطته، يا الله راح يقعد شلون ارقان خطية. وهنا بنات ابني الثاني هم نايم هنا. ها شنو السالفة كل ما اروح ما حد يتحرك. هذا ابني الكبير وذاك الصغير. هذا متعلم ينام على الهزاز، اذا مو الهزاز ما ينام، واذا اشيله يقوم يبكي، يعني الا ينام نومة قوية يلا اقدر اشيله. شوفوا لي هاي اللوحة بنات، هاي اللوحة هم اشتريتها كلش حلوة. هاي تصير خشبية، حطيتها هنا فوق شو اسمه، كلش عجبتني. بنات وصلت وياكم لنهاية الفيديو وابني هم قعد، ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة ومع السلامة.